اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه فراخ محشيه ومشويه في الفرن تحفه جدا، ونعمل جنبيه طاجن بطاطس صغير كده حلو جدا. تعالوا نشوف هنعمل وصفتنا ازاي، بس مننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وسيبوا لنا تعليقات حلوه تحت الفيديو، وصلوا طبعا على النبي واذكروا الله. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه أنا نقعت الفرخة طبعًا بعد ما غسلتها كويس في محلول النقع. محلول النقع كلنا عارفينه مَيّة وليمون وقشر ليمون وشرايح ليمون، وهنحط أي بهارات صحيحة عندنا، ورق لورا، حبهان، فلفل أسود، كزبرة خضرا، كزبرة ناشفة، إيه تاني، قرنفل. كل ده ممكن أحطه في مَيّة النقع. تمام كده، وحطيت كمان رشة ملح. خلاص، وهاسيبهم ممكن ساعتين في محلول النقع، ده مهم جدًا، 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 وحلو أوي، بيخلّي الفراخ ريحتها تحفة بصراحة. لو عندي اليومين دول برتقان برضه ممكن أحط عصير برتقان وقشر برتقان، ما فيش مشكلة. تمام. بعد بقى ما شطفتها من محلول النقع بعد ساعتين، هاتبّلها بقى اللي هي تتبيلة الشوي. هاعمل لِك تتبيلة شوي بسيطة جدًا، 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 ودي أساس أي تتبيلة شوي في العموم يعني، بسيطة أوي وسهلة جدًا. عصير بصل، اللي هي مَيّة البصل يعني، أعصر البصل في الخلاط مع شوية مَيّة صغيرين، وآخد المَيّة اللي نزلت منه كلّها، تمام، من غير التفل. أحط عليه شوية فلفل أسود، تمام كده، وأحط عليه كمان شوية ملح. خلاص كده. معلش أنا المطحنة عندي بايظة فباستخدم دي مؤقتًا، مطحنة الفلفل اليدوية دي. وحطيت شوية ملح، وأحط كمان عصير ليمون. يبقى عصير بصل، عصير ليمون، شوية ملح، شوية فلفل، بس كده، ما فيش أسهل من كده. بجد لازم تجربوا وصفة الفراخ المشوية المحشية اللي أنا عاملاها لكم النهاردة، والله خطيرة 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 خطيرة. تمام. تمام، وممكن تحفظوا الوصفة دي لرمضان، بجد لازم تعملوها. هبتدي بقى أتبل الفراخ من جوه ومن بره. وبصوا كمان أنا مسلكة الجلد ما بين الجلد واللحمة، عشان طبعا هحشيها، وخلي بالي عشان الجلد ما يتقطعش، عشان أنا برضو هحشيها. واحط بقى التتبيلة من جوه ومن بره وخليها آخر حلاوة من كل حتة. تمام كده. تمام. تتبيلة سهلة بسيطة بتدي طعم حلو. انت عايزة تتبليها اي تتبيلة تانية مفيش مشكلة، براحتك خالص. تمام. بس انا حاولت اجيب لك حاجات بسيطة، من غير بقى ولا توم بودرة وبصل بودرة وصلصة وي وحاجات من دي. طبعا هلفها بستريش واسيبها في التلاجة ليلة كاملة، يفضل ان انا اسيبها ليلة كاملة، هتبقى حلوة جدا. هلفها بقى زي ما انتوا شايفين كده واسيبها ليلة. تعالوا بقى نعمل الحشوة. الحشوة هنحشيها رز، بس هعمله بطريقة لطيفة كده، ممكن انتي ما شفتهاش عند اي حد. هحط سمنة بلدي او حتة زبدة على شوية زيت، وهنزل بايه، هنزل بالرز. دي كوبايتين رز، انا كنت عاملة 3، مزودة شوية علشان اعمل رز جانبي جنب غير اللي بتاع الحشوة. ماشي. هحمر كمية الرز كلها، كلها هخليها لونها اللي هو اللون الذهبي ده. هي في الأول هيبقى ماسك في بعضه كده، وبعدين هيفك ويديني اللون ده زي الرز الحباية وحباية، بس كله هحمره نفس الايه، اللون البني او الذهبي. تمام. وبعد كده شايفين، بعد ما اتحمر هنزل عليه بالميه بتاعته، مقدار الميه بتاعته. بس انا طبعا هنقص في مقدار الميه، انا هسويه 3/4 سوا. اتفقنا كده. اتفقنا. واحط شويه ملح، شويه، واحد مرق الدجاج، اللي مش حابب يحط خلاص. تمام كده. وهسيبه لحد لما يستوي 3/4 سوا. الفرخة بتاخد حوالي كوبايتين رز في الحشو. تمام. وهغطيه. هتقولي لي ممكن استخدم رز مصري وممكن استخدم رز بسمتي. تمام، عشان تبقوا عارفين، انا هنا استخدمت رز مصري، وبالبسمتي برضو بيبقى تحفة جدا، بس توفيرا شوية استخدمي الرز المصري. تمام. في الوقت ده بقى كنت هعمل كمان طاجن بطاطس جنبها، بسيط جدا. البطاطس دي والرز ممكن اكلهم لوحدهم اصلا من غير الفراخ، يعني لو في يوم عايزه اكله اقتصاديه ممكن اعمل الاكله دي. طماطمايه وبصلايه وقرن فلفل حامي، قرن فلفل اخضر، هم معايا، هم هنزل بيهم في حله، انا عملتهم في حله واحده. تمام. وفص توم كمان، وضربتهم بالهاند بلندر، عايزه تضربيهم في الخلاط مفيش مشكله. وكنت جايبه بطاطس مكعبات، كنت عاملاها نص تحميره كده.
مش عايزة برضه تحمّريها براحتك، بس أنا عشان كانت تسرّع عندي التسوية وحطيت ملح وفلفل وحطيت شوية مرقة برضه. يبقى طاجن البطاطس ده ممكن أعمله من غير الفراخ، وممكن آكله مع الرز اللي هو زي الحبة وحبة، بس اللي أنا حمّرته ده برضه أختمه للآخر ومن غير ما أحشي بيه الفراخ هيبقى حلو أوي برضه معاه، أو رز أبيض. ونزلت بالفراخ اللي هي متحمّرة نُص تحميرة بالبطاطس وكمان شوية زيت، وهاسويهم على البوتاجاز. بعد ما هاسويهم على البوتاجاز ودخلوا في السوا خلاص، عايزة شقشاق مَيّة باحط له شوية مَيّة صغننين خالص، عشان هي البطاطس شبه مستوية. تمام، هاحطهم في طاجن وادخلهم الفرن بعد ما تستوي. تمام، عشان مش هاوريكِ الخطوة دي، أنا هاوريها لِك في الآخر بعد ما تخرج من الفرن. بصوا بقى، الرز بعد ما برد معايا خلاص وختم معايا، هابتدي بقى إيه أحشي بيه الفرخة، طبعًا من تحت الجلد ومن جوه بالشكل اللي إحنا شايفينه ده. ده الرز اللي اتسوى 3/4 سوا. تمام، قلنا الفرخة بتاخد حوالي كوبايتين رز، دي فرخة بيضة عادية خالص. انا كان باقي كوباية رز في الحلة، زودتها لها شوية مية وكملت سواها. تمام، عشان هحطها جنب الفرخة لما تستوي هي والبطاطس. بصوا بقى احشي من جوه ومن بره ومن كل حتة، واخلي بالي علشان خاطر الجلد ما يتقطعش. طعم الرز ده بيبقى خطير خطير، من غير بصل، ما حطيتش بصل، ما حطيتش اي حاجه، أنا اديته تحميره بس. طبعا هو لما بيدخل جوه الفرخه برضه الدهون وكل حاجه بتاعت الفرخه بتنزل فيه، بيبقى طعمه خطير برضه. ركزي في الفيديو، هو طويل شويه بس مهم جدا والله كل نقطه فيه. انا طبعا كتفت الفرخه بتاعتي كويس وحطيتها على شبكه الفرن، وحطيت تحتها صينيه مليانه ميه. انا دايما بشوي الفراخ بالطريقه دي، بحط صينيه فيها ميه وادخلها الفرن وعليها الشبكه. تمام، تمام. البخار اللي بيطلع من المَيّة ده طبعًا بيسوي الفراخ من برّه ومن جوّه، ما بيخلّيهاش مدمّمة ولا فيها دم. مهم جدًا البخار ده، قوة البخار بتسوي الفرخة حلو أوي. التتبيلة بقى اللي بقيت في الطبق اللي أنا كنت متبّلة فيه الفراخ، باجيبها كده وأقوم صابّاها برضه من وقت للتاني أدهن بيها الفرخة. دخلتها الفرن بتاعي وسِبتها بقى تستوي. لو المَيّة اللي في الصينية تحت دي نشفت بازوّدها لحد ما تستوي. كيلو الفراخ بياخد إيه، بياخد ساعة، يعني الفرخة لو كيلو ونُص تاخد إيه ساعة ونُص لساعتين. تمام كده؟ يعني على حسب بقى كيلو ونُص، 2 كيلو إلا ربع، ما فيش مشكلة. بُصّوا بقى شكلها بعد ما خرج تحفة جدًا، جدًا، جدًا. والرز الباقي سويته وحطيته جنبها وكمّلت تسويته. شايفين بقى الجمال والحلاوة؟ والحشوة من جوّه عاملة إزاي؟ طعم الرز ده خطير والله خطير. بُصّوا بقى الجمال والحلاوة، جميل جدًا، جدًا، جدًا. طبعًا الرز ده يعتبر بيستوي على البخار اللي طالع من الفرخة، مش بُصّوا بقى الورك كمان، شايفين؟ شايفين الجمال؟ بُصّوا العضمة هتطلع معايا بكل سهولة، بُصّوا، يعني كده إن هي مستوية جدًا. جرّبوها على طريقتي، وزي ما قُلت لكم احفظوا الوصفات اللي زي كده لرمضان، هتنفعنا جدًا في رمضان. تمام، هاوريكم برضه البطاطس بعد ما حطيتها في طاجن. بُصّوا البطاطس بعد ما استوت وحطيتها في طاجن، تحفة، تحفة، تحفة. وممكن الأكلة دي بس البطاطس والرز أعملهم في أكلة اقتصادية في يوم من الأيام خطيرة، مع شوية بابا غنوج بقى والّا شوية بدنجان، يا سلام! ما فيش بعد كده. كانت أكلة حلوة وجميلة، جربوها على طريقتي وإن شاء الله هتعجبكم.